أنا اليوم موجود في السودان ولكن في قطر وجاي أفطر مع أخواني السودانيين. الشعب السوداني معروف بالكرم والتجمع واللمة الحلوة وقت الإفطار. خلونا نكتشف رحلتنا مع بعض في السودان. أنت يعني كلمتنا في عدة ربطات السودان، بس نريد الربطة المشهورة في السودان. الربطة القديمة إيش سموها في السودان؟ والله في الربطات طبعا هي تختلف من منطقة لمنطقة، وفي ربطة مثلا متعلقة ببطوع الشباب حق الشباب. أيوة حق الشباب، وفي ربطة برضو بيربطوها الناس الكبار، وفي ربطة للعرسان. مثلا العرسان بيكون عندهم برضو ربطة معينة في عدة ربطات. بس اليوم أنت إيش حابب تربط تسوي لنا الربطة؟ إن شاء الله حق الشباب إن شاء الله حبيبي، الله يسعدك. ابشر رمضان ملامح النية والصوم يزول بالنية، للمغرب باقي شوية افطارك وشو كمية في النكهة السودانية. الشعب السوداني شعب متماسك ويحافظ على التجمعات الاجتماعية والاحترام. الله أكبر الله اللهم لك أكبر. صمت وعلى رزقك افطرت وبك آمنت. بسم الله الرحمن الرحيم. السر اللي اليوم اكتشفته في الشعب السوداني، شعب يحسسك ان انت واحد منهم حتى لو كنت من بلد ثاني. حي على الصلاة. هذا البخور السوداني، العود السوداني صح؟ ما شاء الله، ريحة زكية. هاي الجبنة السودانية، القهوة السودانية. أخ أحمد، ممكن توجه رسالة للشعب السوداني؟ إن شاء الله. والله الشعب السوداني أقول لهم حافظوا على ثقافاتكم وبرامجكم السمحة والنبيلة يعود عليها كل العالم في داخل والخارج، ونتمنى أن تستمر هذه السمة الحميدة في الشعب السوداني. نقول لهم ما يتأثر بالثقافات الغربية، خليكم في ثقافتكم الأولى السودانية، تدركم من أجدادكم وبهاتكم القدام، وإن شاء الله أبقى عافية دائما. إن شاء الله رب. اسم الأخ؟ عقبة أبو إيش؟ عقبة أبو عقبة. عقبة. طبعا أخ عقبة، اليوم أنت اللي زبطت الدفعة السودانية، العلم السودانية. نعم. أخ عقبة، إيش السر؟ أنا لما جيت شفت سر في الشعب السوداني، الشعب متماسك. نعم. ممكن تقول لي إيش السر؟ نعم والله، أول رمضان كريم عليكم وتصوموا وتفطر على خير. علينا وعلى محمد جميعا. وهذا الترابط أو اللي هو التراحم والتكافل موجود، فنحن وجدناه من أسلافنا، يعني شيء متوارث، يعني ما شيء مصنوع أو شيء جديد موجود. فده منذ الأزل، ما أقدر مثلا أقول لك، لكن نحن لقينا من قمنا لقينا الترابط بين الجيران. هذا بتوارثين من عند الأجداد. متوارثين من الأجداد. ما شاء الله تبارك الله. فهو عمل عمل في الطبيعي بطبيعتنا كده نحن، إذا كان في السودان أو كان في الخارج. في السودان إحنا بيكون الجار ونحن كلنا واحد، بيكون في بيننا مثلا التراحم موجود. التراحم موجود، أيوة. حتى في الرمضان بالذات، الرمضان الناس كلها بتفطر مع بعض، الجيران وكلهم نكون طلع برا ونفطر في الشارع، حتى اللي يكون عابر سبيل يكون يجد الناس اللي موجودة بتفطر. ما شاء الله. فهذا الشيء هو بحمد الله وفضل الله هو موجود، وبطبيعتنا وجدنا الشيء ده موجود. الحمد لله. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان على الشعب السوداني. اللهم. وهذه فرصة جميلة أن نجتمع بأخواننا السودانيين، كما قال الله سبحانه وتعالى بآياته الكريمة: وجعلناكم قبائل وشعوبا لتعارفوا. وهذه نعمة كبيرة، فنحمد الله سبحانه وتعالى. تحياتنا. الله يبارك فيك. وهنا انتهت رحلتنا في السودان في مطعم نكهة سودانية.